كيف يمكن لتصرف فردي لأحد اللاعبين الجزائريين أن يحول الهجوم على بلد 1.5 مليون شهيد في سبيل الحرية؟ عمورة أخطأ، لكن الجزائر لا تمس. بعد اغتيال باتريس لومومبا عام 1961 الجزائر هي من حملت المشعل وأبقت القضية حية، ولاحقت القتلة في عهد أحمد بن بلة وهواري بومدين، وأبقت سيرة لومومبا كابوس للاستعمار. أما المغرب وعبر الملك محمد الخامس هي من أكملت أيضا نهج لومومبا ودعمت زملائه ورفاقه، وأبقت قضيته حية أفريقيا ودوليا. فيما مصر وعبر الراحل جمال عبد الناصر الذي أرسل قوة خاصة من النخبة المصرية لإجلاء عائلة لومومبا ونقلهم إلى القاهرة حيث كانوا مصريين وأكثر. تلك الدول عربية، لكن وقفت وقفة حق إلى جانب كل المظلومين في القارة الأفريقية. أبقوا قضية لومومبا حية لا تموت بفضل رؤساء شجعان وشعوب لا تخشى إلا الله. لومومبا كونغولي، لكن هناك شوارع في الجزائر والمغرب ومصر تحمل اسمه. فلا يمكن لخطأ من عمورة قد لا يدرك حجمه أن يقلل من الجزائر أو المغرب أو مصر أو أي بلد آخر.